اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة توب 5. واللي اول مرة يشوفنا، احنا قناة متخصصة في ترشيحات الافلام والمسلسلات. اشترك فيها وفعل الجرس واستنى كل جديد. الاقتباس في السينما مش بس قايم على ان الافلام العربية بتقتبس من الافلام الاجنبية، لا الاقتباس عام. عموما السينما الامريكية بتقتبس من اكتر من سينما، زي السينما الفرنسية، زي السينما الدنماركية او الاوروبية عموما. واحنا النهارده بقى بما اننا بنتكلم عن الاقتباس، قررنا النهارده ان احنا نرشح لكم 5 افلام اجنبيه اقتبستها افلام مصريه، والنجاح الصراحه كان من نصيب الاتنين، سواء النسخه المصريه او النسخه الامريكيه. 5 افلام فعلا تستحق المشاهده، وهستنى رايكم في الكومنتات لو الحلقه دي فعلا عجبتكم. ويلا بينا نبدا حلقه النهارده. في المركز الخامس معنا فيلم كوميدي حلو جدا من انتاج 2011، هو فيلم فلاي بيبر، واللي تقريبا كلنا حبينا جدا النسخة المصري منه، هو فيلم بنك الحظ. بيحكي الفيلم بقى عن صدفة رهيبة مش بتحصل غير مرة واحدة بس، وهي اللي حصلت في البنك اللي معانا النهاردة، لما عصابتين قرروا في وقت واحد ومن غير ما يكونوا يعرفوا بعض انهم يسرقوا نفس البنك. العصابتين اختاروا نفس التوقيت لسرقة البنك. العصابة الأولى مكونة من 3 أفراد، عصابة محترفة جدا بأجهزة سرقة متطورة ونظارات رؤية ليلية، ده غير الأسلحة بقى، شغل على نضيف. والعصابة التانية مكونة من فردين، الأول هو زبدة الفول السوداني، والتاني وده جيلي كولا، ودول على الله حكايتهم خالص، باينة من اسمهم ومن حتتين السلاح كمان اللي معاهم. المهم العصابتين فتحوا النار على بعض، فالدنيا باظت. عشان كده قرروا ان هم يعملوا اتفاق ان كل واحد يسرق الحاجة اللي كان جاي يسرقها ويمشي من غير اي حاجة ما تحصل للاتنين. يا ترى بقى الاتفاق ده هيتم ولا ايه اللي هيحصل؟ كل ده هتعرفوا في احداث الفيلم الروعة ده. Nope. What is happening? There's only one possibility. This is not a bank robbery. This is an organized ambush. Oh, come on. If they want to kill us, we kill them first. Cool plan. We're never gonna get out of this bank alive. What? 8,000 things going on in my mind right now, and I have to think about the kids too? Are you kidding me? Please don't kill me on the toilet. في المركز الرابع الفيلم اللي خلانا نتابعه هو حب الشديد جدا للنسخة العربي منه، والفيلم اللي معانا النهاردة هو فيلم فان ويز ديك اند جين. النسخة المصرية منه هو فيلم عصابة حمادة وتوتو. اخترنا النهاردة النسخة الأحدث من الفيلم اللي من إنتاج 2005، وبيحكي الفيلم عن ديك هاربر اللي لسه مترقي جديد وبقى نائب رئيس شركة اتصالات، المنصب اللي خلاه بقلب جامد يطلب من مراته جين انها خلاص تستقيل بقى من شغلها عشان تتفرغ عشان يربوا ابنهم الوحيد بيلي، لان خلاص مرتبه الجديد هيغطي كل التكاليف ويفيد كمان شويه. عشان يكتشف ديك في اول يوم ليه في منصبه الجديد ان الرئيس التنفيذي للشركه باع 80% من اسهم الشركه وهرب، والشركه فلست وبقوا على الحديده، ده غير السمعه الوحشه اصلا اللي خدها نتيجه اللي حصل له ليه في اول يوم ليه في منصبه الجديد. الاتنين بقى بقوا مره واحده وبدون اي مقدمات، من غير لا شغل ولا فلوس ولا حتى قادرين يسددوا الديون اللي عليهم. يا ترى بقى هيعملوا ايه وهيعيشوا ازاي؟ كل ده هتعرفوا في احداث الفيلم الروعه ده اللي لو ما شفتوش صدقني لازم تشوفه. Criminals! We're crazy people! Are these non-fat muffins? Are they non-fat muffins? I think so. Oh, geez, hon, you gotta get some of those. You're gonna get They're using their new skills to teach big business You want to rob Jack McAllister? a lesson. We gotta get this guy. He's got to go. Columbia Pictures and Imagine Entertainment present Jim Carrey, Téa Leoni, The place looks amazing. What's your secret? Fun with Dick and في المركز الثالث معنا فيلم كوميدي من إنتاج 2014، الفيلم اللي قدر يحقق نجاح جماهيري وإيرادات عدت 130 مليون دولار، في حين إن ميزانيته كانت بس 15 مليون دولار. هو فيلم ليتس بي كوبس اللي اتعمل منه نسخة مصرية نجحت جدا برضه، هو فيلم البدلة. وبيحكي الفيلم عن 2 صحاب من وهم صغيرين، هما جاستن وده شغال مصمم ألعاب فيديو جيم، ورايان وده عاطل عن الشغل. هما الاتنين كانوا متضايقين جدا لأنهم وصلوا سن ال30 من غير ما يحققوا أي حاجة في حياتهم، لحد ما هيجي يوم وهم رايحين حفلة تنكرية فيها أصحابهم قدام، قرروا إن هم يلبسوا لبس ضباط شرطة وبيروحوا الحفلة دي. وطبعا بعد كده الموضوع عجبهم جدا، ليه؟ لأنهم بيحسسوا إنهم مهمين. وفجأة بقى الدنيا اتقلبت عليهم لما وقفوا قدام عصابة من أكبر العصابات اللي موجودة في أمريكا. يا ترى بقى هيعملوا إيه وهيتصرفوا إزاي؟ كل ده هتعرفوا في أحداث الفيلم الروعة ده.
Domestic disturbance in progress. Yes. No. Yes. No. Don't touch that. No. 3 females, early 20s, possibly intoxicated. Oh, that's how it's sweet. Everybody in the mosh pit. Let's make this club move like we got something to prove. Everybody in the mosh pit. Drinks down, beat 'em up, man down. No hands in the air, no need for pumping your fist. Everybody in the mosh pit. What the? My bad. Everybody in the mosh pit. في المركز الثاني معنا فيلم روعة من إنتاج 2006، هو فيلم Stranger Than Fiction اللي اتعمل منه نسخة مصرية، بس صراحة ما كانتش قد كده. هو فيلم حد سامع حاجة، بس الصراحة النسخة الأجنبي روعة جدا وتستحق فعلا المشاهدة. بيحكي الفيلم بقى عن هارولد كريك، وده موظف ضرايب. حياته كلها عبارة عن أرقام وحسابات. حياته روتينية جدا، متغيرتش يمكن من أكتر من 12 سنة، وطول الفترة دي وهو عايش لوحده في بيته، حتى ما عندوش عيلة كمان. حياته بتتكرر تقريبا كل يوم زي ما هي بالظبط، لحد ما هيجي يوم من الأيام وهو يوم الأربع، ويبدأ يسمع حد زي ما يكون بيتكلم معاه، وحد زي ما يكون بيقوله إيه اللي هيحصل لك. قال ده أكيد إرهاق أو زهق من الوحدة اللي هو فيها، لكن الصوت ده رجع تاني الأسبوع اللي بعده بيتكرر، وبدأ يسيطر عليه أكتر. فلما لقى الموضوع كبر وبقى يسيطر عليه أكتر، قال إن هو لازم يعرف إيه مصدر الصوت ده، وده اللي خلاه يروح لدكتور نفسي عشان يعرف منه مصدر الصوت ده. يا ترى بقى إيه حكاية الصوت ده وهيعمل له إيه؟ كل ده هتعرفه في أحداث الفيلم الروعة جدا ده. What? Why? Hello? Come on! This woman, Karen Eiffel, one of my favorite authors. That's her. That's the voice. She's the narrator. Karen Eiffel, my name is Harold Crick. I believe you're writing a story about me. Is this a joke? You have to understand that this isn't a story to me. It's my life. I want to live. I need to speak to Karen Eiffel. I'm one of her characters. I'm sorry? I'm in her new book, and she's going to kill me. How exciting is that? في المركز الأول معانا فيلم روعة، لو لسه ما شفتوش ادخل اتفرج عليه وصدقني مش هتندم. هو الفيلم الروعة ميمنتو، اللي من إخراج المخرج المبدع كريستوفر نولان، واللي اتعمل منه نسخة مصري برضو كان فيلم فاصل ونعود. بيحكي الفيلم بقى عن ليونارد شليبي، وده محقق جرائم تأمينات سابق. في يوم بيتهجم عليه 2 في بيته وبيغتصبوا مراته، وهو بيحاول يدافع عنها بيضربوا واحد على دماغه جامد جدا، الضربة اللي خلته قايم مش بيقدر يفتكر الحاجات الجديدة اللي حصلت، يعني بقى أثرت على ذاكرته القصيرة، بس مش هينسى ولا شايف حاجة قدامه غير حاجة واحدة بس، إن هو يوصل للي عمل فيه كده وفي مراته. وعشان كده قرر إن هو يسجل كل حاجة بتحصل له عشان تساعده في التحقيقات اللي بيساعدوا فيها 2 من أصحابه في الشغل. يا ترى بقى مين اللي عمل فيه كده وهيوصلوا ازاي؟ كل ده هتعرفه في احداث الفيلم الروعة ده، اللي يستحق بكل جدارة يكون هو المركز الاول معانا في حلقة النهاردة. You can question everything. You can never know anything for sure. Teddy, don't believe his lies. You wander around playing detective. Well, maybe you should start investigating yourself. Who did this to you? You did. I want my life back! Why are you asking me? I can't remember what I've done. I have no short-term memory. Since my injury, I can't make new memories. Everything fades. If we talk for too long, I'll forget how we started. And next time I see you, I'm not going to remember this conversation. I don't even know if I've mentioned before. طب ترشيحاتنا عجبتكم؟ اعمل لايك للفيديو واكتب لنا رأيك في الكومنتات، ولو لسه مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس واستنى كل جديد. خلص الكلام، سلام.